كان يا مكان في قديم الزمان، حتى كان الأحبق والسوسان في حجر النبي العدنان عليه أزكى الصلاة والسلام. كانت واحد القبيلة زينة بعيدة وجات ما بين المروج والوديان. كان ساكن فيها واحد الراجل غني، والغني هو الله. المهم سيادي، كان عنده اللي ما يتعد ولا يتحصى. اش منك يا أراضي، واش منك يا بقر ويا غنم ويا خدم. لكن هذا الراجل كان معروف في قبيلته بالبخل والشح وجميع الفلوس، ما كان كيصدق ولا كيرحم. كان قلبه قاصح وقبيح مع الخدم ديالو، كان كيعاملهم بلا رحمة ولا شفقة. هاد بنادم كان مزوج بثلاثة دنسة وكاملين والدين ليه غير البنات، وهاد الشي كان مقلقو بزاف ومطلع عليه الدم. كان كل ليلة كيطير عليه النعاس وهو كيفكر لمن غادي يخلي هاد الملاكات والخيرات، شكون اللي غادي يورثو ويولي الامر والناهي من بعدو. فكر ايام وليالي، وفي واحد النهار صباح مقرر يتزوج المرأة الرابعة اللي غادي تولد ليه الولد، وحط عينه على بنت وحدة من الخدم. كانت البنية تبارك الله زينة وصغيرة وردة مفتحة، كان سميتها نوارة. امها النهار سمعت الأخبار طاح على راسها بحال شي زلزال، كانت كتحسر ومغلوبة على أمرها وما بيديها حيلة مسكينة. خافت لا تقول شي حاجة ويصفيها ليها الظالم هي وبنتها. الشيباني كلف مرتو الأولى باش ترد البال مع البنت، ووصاها ما تدصرهاش بزاف وتقمعها باش تعرف مقامها وما تعداش حدودها. مرتو عملت بكلامه بالحرف وبدات تعامل نوارة معاملة جافة وقاسية كيف ما وصاها البخيل دراجلها، اللي كان حتى الماكلة ما كيشبعها لا لبناتو ولا لعيالاتو. ورغم هاد الظروف البنت كانت صابرة وعاملة بوصية امها. وفاتت الايام، وحتى الواحد النهار لاحظت الام ان حال بنتها تبدل وآثار الحمل بدات تبان عليها. كان وحمها صعيب، بدات كترد بزاف وكتشهى بزاف. امها نبهتها باش ما تخبر حد بوحمها، عندك لا الضريرات بثلاثة تعميهم الغيرة ويأديوها هي ولا يأدي واللي في كرشها. وبقات البنت مسكينة كتعذب في صمت وكتحاول تخبي الوحم ديالها، حتى الواحد النهار ما بقاتش قادرة تصبر وطلبت من امها تجيب ليها طريف من كبدة الخروف، حيت شهاتها بزاف وبغات تاكل وخا غير شدك منها. الام بكات حتى نشفوا دموعها، عارفة ان بنتها ما عندها غيرها اللي يحس بها ويوحمها. قلبها كان كيتقطع حيت العين بصيرة واليد قصيرة، وهي ما غاديش تقدر تنفذ رغبة بنتها وتجيب لها الكبدة اللي بغات. كانت حاسة بالعجز وخايفة إذا ما وحمتهاش تخرج ليها في ولدها. حنت الراس وقالت لبنتها: إن شاء الله بنتي يكون خير. نوارة كانت واعية بظروف أمها الصعيبة وبظروفها حتى هي بسبب البخيل اللي مزوجة به. حاولت تصبر على ما بها وتشغل راسها بحاجة أخرى اللي تنسيها، لكن الوحم كيف تيقولوا كيحمق. البنت ما بقاتش قادرة تتحكم في راسها والوحم غلبها، خاصها تعمل شي حاجة باش تاكل من كبدة الخروف. مع الصباح بكري تسلت من الدار الكبيرة ومشات بين الحقول وقطعت الوديان ووصلت للمروج البعيدة فين كيسرح سارحهم الغلم. وهي ميتة بالعيا قصدت السارح وقالت له: جيت عندك يا سيدي وانا متأملة خير، انا حاملة والوحم صعيب وصعيب بزاف، بغيت يا سيدي غير طريف من كبدة الخروف، الله يرحم ليك الوالدين. رد عليها الراعي وهو مخلوع ومدعور: لكن بنتي انتي عارفة الشح والبخل اللي في سيدي، وهو تابع الكبيرة والصغيرة على قطعة الغلم، كيفاش غادي نقدر نلبي لك رغبتك؟ إذا ساق الخبار راسي غادي يطير قبل راسك. نوارة ترجات وتوسلات ليه وهي باكية ووعداتو أن هادشي غادي يبقى بيناتهم وحتى واحد
ما غادي يسوق الخبار. الراعي مسكين شاف حتى شاف، ووكل أمره لله، وخرج خروف صغير من بين القطيع، وتوكل على الله وذبحه، وجمع الروينة بالزربة، وجمع شوية الحطب، وشعل العافية، وحط الكبدة فوقها تشوى. وكلت نوارة حتى شبعت وبردت جنونها، وغسلت حالتها في الواد مزيان باش ما يبقاش أثر الماكلة عليها، وجرات للدار. لكن كيف كيقول المثل، فين كاين صديقك كاين عدوك. المرة الأولى شافت البنت وهي كتسلت خارجة على النبوري، وصيفطت وراها خادم تبعها وتجيب خبارها. وديك الشي اللي كان، الخادم حكات للمرة الأولى كل ما شافت وكل ما سمعت بالتفصيل. المرة الأولى الخبر هكاك سخون مشات عاوداتو للبخيل دراجلها. الراجل زبد ورعد وطلعت معاه السخونية، وبقى غادي جاي والغضب مسيطر عليه، وكيقول كيفاش تجرأت تشوه بيا وسط القبيلة وتفضحني وسط القبيلة؟ زعما أنا بخيل وما مشبعش أهل داري في كرشهم، جيبوها لي ننتقم لكرامتي، عليا باليمين حتى نخليها ضحكة ما بين الناس القبيلة، وباش كيحلفوا الرجال حتى نخلي اللي يسوى واللي ما يسواش يضحك عليها. وآمر الخدم ديالو باش يرميوها في الكوري المهجور هي وامها، ويختاروا أحسن وأسمن عجل ما بين العجول ديالو، ويذبحوه ويقرضوه ويطيبوه كامل مع التريد. وأمرهم باش يختاروا 2 جمال من أقوى الجمال اللي عنده، جمل يجوعوه والآخر يعطشوه باش ينفذ انتقامه من مرته الحاملة. نيته يحكم عليها تاكل العجل وتريدو ما تشيط منهم حتى فرتيتا. وطبعا البنت مستحيل تقد تاكل هاد الشي كامل. ديك الساعة السقرة من الشيطان كان حقا غادي يحكم عليها حيت ما كلاتش الخير اللي في دار راجلها، ومشات للمروج تسعى الماكلة برا، وغادي يربطها من يديها ورجليها بين الجمل العطشان والجمل الجيعان، ويحط قبالة كل واحد فيهم اش ناقصو. الجيعان غير غادي يشوف الزاد غادي يجري ليه، والعطشان غير غادي يشوف الماء غادي يجري ليه. وهكذا غادي تقسم نوارة على 2 وتموت شر ميتة، ويكون الظالم انتقم منها لكرامته وكبرياءه قدام ناس القبيلة. الأم كانت مخلوعة وخوفانة، ويديها ورجليها مربوطين كيف بنتها، وكتحسر على مصير بنتها وعلى مصيرها حتى هي اللي ولا مجهول. نوارة مسكينة كانت كتزيد تعذب من كانت كتشوف امها مكسورة ومعذبة بسببها. حاولت تخفف عليها وقالت لها وامي منين يطيب التريد يدير الله ما يريد. وخا كانت يائسة لكن يقينها في الله كان كبير، وغير وجد التريد جات الخادم تجري وخبرت سيدها أن كل ما طلبوا موجود، وحتى نوارة وامها أراهم جروهم لقلب الدار، خاصو غير هو يشرف. غير نزلوا شافتو الأم مسكينة وهي جاتية على ركابها ترجات وتوسلات ودموعها شلال يصفح على بنتها، لكن النمرود نهرها ودفعها برجليه حتى طاحت الأرض، وداز كيتمختر حدا المايدة اللي فوق منها قصعت العجل بالتريد، كانت كبيرة وغارقة قد البحر. قال الله على ريحة كتشهي، وهو كيشوف نوارة بنظارات كلها حقد وبغض، ومد يدو وخدا دغمة من التريد واللحم يدوق قبل ما يبدا في التنفيذ، وغير حطها في فمه وبغى يبلعها وحلت في قرجوطو وبدا ينقز وهو مخنوق. الخدم مدولو الماء وحاولوا يسعفوه، وغير طاح الأرض بعدوا منه وخلاوه يتركل بيديه وبرجليه كالثور المذبوح حتى خرجت الروح. ديك الساعة كل شي فرح، الخدم كلهم ونساه وبناته حتى هما. بناته جراو عند نوارة هي وامها وفكوا طاقها وهما طايرين من الفرحة. والنهار اللي كان غادي يكون هم وغم قدرة قادر صار فرحة وعيد. وهكذا فلتت نوارة من موت محتوم. ديك الساعة نوارة شافت فمها وقالت لها ياك قلت لك أمي حين يطيب التريد يدير الله ما يريد.
وولدت نوارة وليدها وربته في خير باه، ومن كبر تولى زمام الأمور وكان من خيرة شباب القبيلة، كل شي كيبغيه وما كتقال فيه غير الزينة. وهذه هي حكاية المثل الشعبي: حين يطيب التريد يدير الله ما يريد. إيوا الله تكون عجبتكم، وإذا سمعتوا الحكاية كاملة كنتمنى تشتركوا في القناة باش تكبر العائلة وتزين اللمة. إيوا ما بقى لي دابا غير نختمها ونقول لكم: ومشات حكايتي من واد لواد، يحكيها الجداد للصبيان والحفاد، وبقيت أنا مع الناس الجواد. إيوا السلام عليكم.